بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. وانا خريج جامعه الازهر وافتخر بالازهر. حقيقه بلد محب اقربونا ونحن طلاب الاصل وكان الكل تربيه. جزاكم الله خيرا. نرحب سادة العلماء ونقول لكم السنغال بلدكم، أنتم رب البيت ونحن ضيوف لكم، ولكن لا يبلغنا ذلك أن نقول الحق، لأن الإنسان إذا أحببته تقول له بحبنا لمصر واعتزازنا بمصر وشعبه نحن جميع فاعلون. أحداث رابعة العالمية، وأنا كنت أتكلم مع واحد مسيحي كان لي عرفان وكان وزيرا. لا أفهم كيف مسلم يحرج المسلمين في مسجد ثم يرمون في الزبالة. واحد مسيحي يسأل الأبحاث. ثانيا، كم آلاف أو كم مئات فتيات أزهريات مغتصبات ولم نسمع كلمة من الأزهر. مئات من فتيات أزهريات مغتصبات بتقارير حقوقية. آخر تاني وصل هيومن رايتس الأمريكية تقريبا من أسبوعين أو ثلاثة. كذلك كم شباب طلاب أزهريين في الجامعات كلهم في السجون. نحن في السنغال قتل هنا طالب واحد اسمه باسيو فاي. من 3 أسابيع الشعب السنغالي كله وقف ضد الرئيس. لابد أن يتقاعد السابق حتى نعرف الفاعل ويحقق. وهو المالك الواحد. كيف مئات طلاب من الأزهر وهؤلاء حفظوا القرآن ثم ردوا أزهر لدفاع أبنائه. ثانيا، هل جاء أزهر؟ ما معنى يوم الانقلاب أن يجلس الأزهر بديوان القائد الانقلاب لمباركة الانقلاب؟ ما كان يجي. ثانيا، أنا أقول أن هذه المحاضرة خطر على أمن القومي السنغالي، لأن السنغال هي الدولة الوحيدة في هذه الفترة التي لم يحدث فيها الانقلاب. إذا يجب أن نحافظ على هذا الاستقرار والتعددية، ولا يوجد ثقافة الانقلاب أو تقرير الانقلاب.